النهارده لحد 22 فبراير مستنيين السوق يفتح على الذهب بعد شويه. تقرير سريع كده عن اللي حصل الايام اللي فاتت واللي متوقع يحصل الايام اللي جايه، عشان كذا حد سالني واللي مهتم يتابع. طبعا احنا عارفين كان الذهب عمل قمته ونزل، عمل تصحيح كبير وبعدين رد وطلع النقطة اللي احنا شرحناها في الفيديو الكبير اللي انا شرحته قبل كده، وبعدين رجع نزل تاني وطلع. هو بيتذبذب بيحاول يشوف هو هيطلع ولا هينزل، لسه مش محدد، بس احنا واقفين عند في بين نقطتين مهمين جدا. 5120 150 في الحته ديت، و 4800 4850. هو الذهب عمال يتحرك بين الحتتين دولت، فلو احنا مستنيين دي مقاومه دي دعم. لو الذهب كمل صعود واستقر فوق ال 5100 5150، استقر شويه فوق وقعد فوق كده، ممكن يكمل، يبقى غالبا هيكمل صعود. طبعا لو مفيش احداث تدخلت وغيرت الكلام. طيب الناحيه الثانيه، لو نزل تحت الخمسة الأربعة 800 4 900، لو نزل تحتها يبقى في احتمال ان هو يكمل تصحيح. هو دي مرحلة الوسط اللي انا كنت اتكلمت عنها، دي احد مراحلها، يعني دي احد اشكالها، ان هو عمال يتحرك كده بالعرض. كمان عندنا قرار فيدرالي مهم جدا اخر الاسبوع، يوم 27 او 28 اخر الاسبوع دوت، برضه هيبقى مؤثر جدا جدا على سعر الذهب. فمن هنا القرار الفيدرالي احنا هنراقب، هنشوف هو هيكسر ال 500 ولا هينزل تحت ال 4850 مثلا. لو كسرها يبقى احنا في انتظار ان هو هينزل. ف النهارده لما يفتح السوق بكره ممكن نقرر، عشان لو اللي بيسالوني نشتري ولا نبيع، ممكن يوم الاثنين نبقى نحدد نشوف هنعمل ايه. شكرا.